أهلا بيكم في قناة فيلميزو. البنت دي أول ما بتدخل فجأة جهاز الإنذار بيصفر، والأمن بيقولها شيل القطعة المعدنية اللي في التيشيرت، يمكن هي السبب في الصفارة. فبتقوله بس دي لازقة في التيشيرت. فبتقوله خلاص تعالي معايا أخلي واحدة تفتشك. فبتقوله ماشي. ولما بتروح معاه زميله بيقوله سيبها أنا هفتشها. ولما بياخدها في المخزن عشان يفتشها بيحاول يعتدي عليها، بس البنت بتضربه بالقلم. وبيدخل الولد وبيقوله في ايه؟ وبيقوله انا لقيت معاها سلاح. فبيقوله فين ده؟ فقاله مالكش دعوة اقبض عليها. فبتقوله ده بيكذب انا مش معايا حاجة. فقاله لو ما قبضتش عليها هبلغ البوليس انك بتتستر على مجرمة. وغصب عنه بيحط الحديد في ايديها، ولما بيخرج معاها علشان يوديها الحجز قلت له انا ما كانش معايا حاجة، وهو قالك كده عشان ضربته بالقلم. لما حاول يعتدي عليها فقال لها خلاص امشي انتي، وقالت له بس ده غلط عليك ممكن انت تتأذى. وبيقول لها مالكيش دعوة بيا وروحي انتي. وتاني يوم الضابط ده برضه بيكون بيضايق في البنات، فبدخل البوليس وبيقبض عليه. وتهمته وجدنا بلاغات كتير إنك بتضايق البنات أو بتطلب فلوس، وبيقبضوا عليه. والبنت بتقوله أنت هتترقى أو هتاخد مكانه، وبيفرح وبيعزمها على القهوة، فبتضحك وبتوافق.